احنا بالبلدي محتاجين حكومه فقط مهمتها تثبيت الامن في البلاد. اتنا على كتفك مع وهذه الحكومه حكومه مش بقول رئيس لن تكون الا حكومه ذات طابع عسكري. لن تكون غير ذلك. بعد المؤتمر الصحفي ده انا بقول كلام محدد وواضح المعالم. الاستاذ صلاح عيسى رجل تحدث عن هيكل الدوله. الدوله هي المحتكر الوحيد للعنف المشروع. حدش عنده ادوات عنف مشروع غير دول. عشان نخلص الكلام هنلف وندور بنلف على نفسنا. نحن بحاجه لحكومه، مش بقول ده رئيس، حكومه تسيير اعمال مش انتقاليه، لن تجلس معنا. كلهم عسكريين. في اسماء الحكومات معروفه، انا بقول حكومه ذات طابع عسكري. ما اسميها انتخابات ما اسميهاش، اسميها زي ما اسميها، اهو كلام واضح. بس هي مش هتعمل حاجه الا الانتخابات. ما احنا المفروض الامن، الانتخابات دي يعني الامن يعني انتظام. الانتخابات دي يعني لغايه نهايه مارس. كويس. يعني 6 شهور من النهارده، يا البلد تقع لو اتكرر 3 4. طب سؤال يا ضياء، معلش ايه اللي مانع ان ده يتم؟ انا بقى انا اقول لك بصراحه، انا بقول لك يعني؟ الجيش، لا الجيش من الاول، وانت جلست معانا في اول جلسه في الجيش، انا طلبت شخصيا قدام 40 من المشكلين المثقفين في اول لقاء مع القوات المسلحه ان وزير الداخليه يكون جيش من عسكري. وضربت مثل بزكريا محي الدين وشعراوي جمعه جمال عبد الناصر. كان الرد اللي اتقال قدام الناس قال احنا مش حريصين على ده، لا هم مش عايزين لا ده. دايما الحجه انه عشان حساسيه. قد يبدو ان احنا طامعين وطامحين للحكم. انا بقول دلوقتي الامور في مصر تجاوزت بواقعة ماسبيرو مسائل كثيره جدا تقليديه. احنا دلوقتي مش شغالين على الكتاب القديم.